اقترب النادي الأهلي وبشدة من حسم صفقة اللاعب الغاني عبد العزيز يعقوبو البالغ من العمر 24 عاما. ومن المؤكد أن يخضع اللاعب إلى فحص طبي شامل داخل صفوف النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك للتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية وقبل التوقيع معه بشكل رسمي. ولكن بشكل عام تعتبر مشاركات وأرقام اللاعب جيدة في الفترة الماضية رغم الإصابات القوية التي تعرض لها في أوقات سابقة. تبلغ قيمة تعاقد النادي الأهلي مع يعقوبو 2.5 مليون دولار. كما من المقرر أن يحصل اللاعب على ما يقرب من مليون دولار في الموسم الواحد، ومن المنتظر أن تكون الصفقة لمدة 3 سنوات ونصف. استطاع يعقوب تسجيل 8 أهداف في الموسم الحالي في الدوري والكأس مع ريو آفي البرتغالي. كانت انطلاقة عبد العزيز يعقوب في أكاديمية ريد بول الغانية ثم فريق تشاريتي ستارز قبل الانتقال للتواجد في أكثر من فريق بالدوري البرتغالي مثل فيتوريا وجيمارايش واشتوريل وريو آفي. أصبح النادي الأهلي قريب بقوة في فترة الانتقالات الشتوية من شراء يعقوب. من المقرر أن يعلن النادي الأهلي عن قيد اللاعب في قائمة مونديال الأندية وذلك قبل المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية بداية من الدور التمهيدي، وسيكون اللقاء أمام أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير المقبل. في كلام كتير اتقال إن يعقوبو تم إصابته من قبل في الغضروف ثم تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في وقت سابق. فهل يكون يعقوبو هو الصفقة السوبر اللي الأهلي كان محتاجها فعلا أم سيغزل جمهوره؟